بالنسبه للوثيقه، هذا دفتر التحملات اللي قدم لنا السيد الرئيس اليوم في ملحق ديال جدول الاعمال فيه ازيد من 100 صفحه وجابوا لنا باللغه الفرنسيه. هذه المساله هذه عدا انها فيها خرق للقانون، هذه مساله مسيئه لنا، مسيئه للمجلس ومسيئه للمدينه ومسيئه للمؤسسات اللي حنا كنتميو ليها. ولو كان دارها اول مره غنقولوا سهو غلط، سبحان من لا يسهو. راه غير مره كيجيب لنا وثائق باللغه الفرنسيه وكنقولوا له السيد الرئيس الله يجازيك بخير. واش هذا الشان ديال المدينه ديال ليل ولا ديال لاكيتان؟ واش حنا اليوم كنهضروا على ليون ولا باريس؟ كنهضروا على القنيطره، والقنيطره والقنيطريين خصهم يفهموا هذا الشيء اللي كنتذكروا عليه. وجايب لينا دفتر تحملات عنده علاقه بالنظافه، وما ادراك ما موضوع النظافه لينا حنا القنيطريين. شحال الا هو جابوا بالفرنسي حنا راه كنعانيو منه باللغات كامله. القنيطريين كيعانيو من ضعف النظافه بالمجهود اللي كيبذلوه العمال، اللي كيبذلوا تيعطيو دمهم بوسائل قليله، لانه الاكراهات كثيره. وجاي لك السيد الرئيس بورقه بالفرنسي فيها لا جيستيون دي ديشي ديال الله يهديك السيد الرئيس. راه الناس كتعاني، اعطينا ورقه اللي نقدروا نفهموها ونقدروا نناقشوها، وملي نترافعوا مع الساكنه نقولوا لها المستجد ها الوضع ديالك. واش باقي شي واحد اليوم يقدر يتكلم على المجال ديال النظافه في القنيطره ويقول مجال ناجح؟ لا تبارك الله السيد الرئيس والتسيير اللي معاه والشركات دبروا القطاع ديال النظافه احسن تدبير. نتحدى واحد في القنيطره يخرج يقول لي هذه المساله هذه ما كايناش. فالله يجازيكم بخير، نحترموا العقول ديال الناس ونحترموا الكينونه والكرامه ديال الناس، وملي نكونوا كنناقشوا مسائل كتهمهم نناقشوها بشكل اللي هما غادي يفهموه. علاش انا خديت المداخله بالونجلي؟ بغيت نبين للسيد الرئيس ان انت تجيب ورقه بالفرنسي وانا نجاوبك بالونجلي، وغدا مستشار يهضر معك بالسبليونيه وبعدو واحد يهضر معك بالالمانيه، وحنا تفهنا العمل ديال المؤسسات. احترم المجلس السيد الرئيس واحترم القنيطريات والقنيطريه، راه كتهضر معاهم على شي حاجه. اللهم والله اعلم اذا كان عنده شي قصد او شي هدف من ذاك دفتر التحملات. انا ما شفتوش وما عرفتوش، ولكن انا كنعرف الصفا والضوء. هو الانسان يحترم القانون وما يديرش بحال داك الشيء اللي دار في ضيط الرومي، يدير الضوء والصفا. شكرا. الراي ديالكم في العرض اللي درجوا احد هذاك المهندس اللي من الاطر ديال الجماعه، تبارك الله ما شاء الله على هذاك الشاب، فعلا تيبين انه جامعه القنيطره عندها اطر والله سيدي لا تحنى لهم الرؤوس. هذاك السيد شاب بنواره تبارك الله، باين من الخطاب ديالو كفاءه، باين ضابط ملفه. يا ريت لو ان السيد الرئيس يتعلم منه شي شويه. شكرا.